ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. النهارده موضوعنا مختلف وبعيد خالص عن الدراسة. بجد يا مس ياسمين؟ هنتكلم عن ايه طيب؟ هحكي لكم قصة أرنوب. كان في أرنوب جميل وبيحب يروح المدرسة جدا، وكان بيكون متحمس قوي ومبسوط. بس جه يوم عرفت ان في حد لمسه بطريقة ضايقته، لكن مامة أرنوب قعدت معاه وهدته وفهمته على كل حاجة. القصة حلوة قوي يا ميس، بس أنا عندي سؤال. اتفضلي يا ليلى. يعني ايه لمسه بطريقة ضايقته يا ميس؟ خليني أوضح لكم أكتر. كلنا في مناطق في جسمنا ما ينفعش أي حد يلمسها، حتى لو كان من قرايبنا أو حتى لو كان ناس نعرفها. بس اللي ممكن نتكشف عليه هو الدكتور، ولازم بابا أو ماما يكونوا معانا في نفس الأوضة وقت ما الدكتور يكون بيكشف. طيب ولو حصل وحد لمسنا يا مس؟ ضروري إننا نصرخ بصوت عالي ونقول لماما أو بابا أو المدرسة اللي في الفصل. أهم حاجة نبلغ، لأن جسمنا ده أمانة ومش أي حد ينفع يلمسه أبدا. خلاص يا مس ياسمين، انا مش هسلم على حد خالص، ولا على اصحابي ولا على نانا، ولا اروح حتى في حضن جده. لا يا فريدة، مش ده طبعا اللي أنا أقصده. احنا صح إننا نسلم على أصحابنا وتيتا وجدو، مادام ده ملوش علاقة بالأماكن اللي اتكلمنا عليها، ولا بيضايقنا ولا بيخلينا نحس بوجع. كمان ضروري ما نقلعش هدومنا قدام حد خالص غير بابا وماما، ولو حد طلب مننا ده نرفض ونبلغ بابا وماما على طول. بس يا ميس، ماما وبابا ممكن يزعقوا كده؟ لا، عمر ما ماما او بابا هيزعقوا، بالعكس دول هيفرحوا بيك لانك قلت لهم، وهم هيتصرفوا على طول حتى لو الشخص ده من عيلتنا او صحابنا. عشان كده ما ينفعش نتكلم مع اي حد غريب يا ميس، صح؟ صح يا ياسين، كل واحد مننا عنده حدود لجسمه، ومش من حق اي شخص انه يتعدى الحدود دي. يلا يا ولاد، ده وقت البريك. يا ماما انا جيت. تعالي يا حبيبتي، عملتي ايه النهارده؟ اليوم كان حلو قوي يا ماما، ومس ياسمين كمان كلمتنا عن حاجات حلوة خالص وحكت لنا قصة جميلة. بجد؟ يا ترى القصه عن ايه يا فريده؟ عن جسمنا، وان ما ينفعش حد يلمس جسمنا او يشوفه غير في حالات معينة. برافو يا فريده، لان جسمنا ده امانه يا حبيبتي وملكك انتي وبس. عشان كده دايما بسالك قبل ما نروح في اي مكان، لو مش عايزه تسلمي على حد او تبوسيه او تحضنيه مفيش مشكله خالص. صح يا احلى ماما في الدنيا. واحنا متفقين لو اي حد لمسك بطريقه ضايقتك، الاول هتصرخي جامد وتبعدي ايديه، وبعدين هتيجي وتقولي لي على طول وانا هتصرف. ايوه يا ماما، عشان كده انا عمري ما بخاف طول ما انتي موجودة. حبيبتي ربنا يخليكي ليا يا رب. ويخليكي ليا يا حبيبتي.